السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا اسمي بلال وبقدم محتوى جيمنج، ان شاء الله المحتوى دوت يعجبكم. فكرة الفيديو بتاعت النهاردة ان انا كل الدول اللي كسبت كأس العالم هجمعها كلها في عجلة الحظ، والمنتخب اللي هيطلع هجيب منه لاعب. وقبل ما نبدأ الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وتسيب لي كومنت تكتب لي فيه اسم لعبة عاوز نجربها، ونبدأ الفيديو. احنا هو عند عجلة الحظ نقول بسم الله. أول منتخب الأوروغواي. منتخب الأوروغواي ده كسب بطولتين كأس عالم بس. أول بطولة هي 1930، دي كانت أول نسخة من كأس العالم. وتاني مرة كان عام 1950 ضد البرازيل اللي كانت صدمة للعالم كلها. تمام، هنشتري فالفيردي النسخة العادية، معلش عشان أنا ما عنديش نسخة فالفيردي خالص، ما عنديش أصلا أي لاعب أوروغواي. ندخل أول واحد معانا هو فالفيردي. رجعنا تاني للعجلة بتاعتنا ونلفها ونقول بسم الله ونشوف مين اللي هيطلع لنا. فشهد نتوحد الله والصلاة على النبي ولا يهزأ عليه والصلاة والسلام. ولا وراك فرد مصلي. البرازيل. تمام، احنا طلعنا على البرازيل. البرازيل هي أكتر دولة فازت بكأس العالم عبر التاريخ، فازت بيه 5 مرات. عام 1958، وتاني مرة على التوالي برضو عام 1962، وعام 1970، و1994، و2002. تمام، نقول نشوفوا اللعيبة اللي عندنا البرازيليين. عندنا سارجينيو، نوقفه في مركز الكام بتاعتنا العجلة الشقية ونقول بسم الله ونلف. طلع لنا إيطاليا. منتخب إيطاليا هو تاني أكتر منتخب فايز بكأس العالم، متعادل مع ألمانيا. هما الاتنين فازوا بأربع نسخ من كأس العالم. أول نسخة عام 1934، وتاني نسخة برضو على التوالي عام 1938، وبرضو رجعوا تاني يكسبوها عام 1982، وآخر مرة كسبوها عام 2006. وعن اللعيبة الإيطالية اللي احنا المفروض نجيبوها، أنا معيش ولا لاعب إيطالي في التشكيلة بتاعتي، فهنجيبه لاعب من السوق وهو حارس مانشستر سيتي والمنتخب الإيطالي دونا روما. ضفناه على التشكيلة، ويلا بينا على المنتخب اللي بعده. نلف ونقول بسم الله. المنتخب مين اللي هيجيلنا؟ منتخب ألمانيا. طبعا ألمانيا اللي احنا لسه متكلمين عليها هي تاني أكتر دولة فازت بكأس العالم، فازت 4 مرات متعادلة مع إيطاليا. أول نسخة عام 1954 التي تسمى معجزة بيرن، فازوا بيها على المجري، كان أقوى منتخب وكانت بجد مفاجأة كبيرة أوي. وتاني نسخة عام 1974 بقيادة بيكن باور، فازوا فيها على هولندا. ورجعوا تاني عام 1990، فازوا على الأرجنتين بنتيجة 1-0. وآخر نسخة لألمانيا كسبت بيها عام 2014، لما في نص النهائي فازوا على البرازيل بأكبر نتيجة في تاريخ ألمانيا، وأكبر خسارة في تاريخ البرازيل بنتيجة 7-1. واللي رجعوا تاني في النهائي كسبوا برضو الأرجنتين بنتيجة 1-0. وأحسن لاعب في ألمانيا في إي فوتبول وهو كيميتش، وتم شراؤه. ونضيف كيميتش إلى التشكيلة، ويلا بينا على عجلة الحظ. وتاني أو المنتخب التالي هو أسبانيا.
وطبعا اسبانيا دي فازت بكأس العالم مرة واحدة بس في تاريخها عام 2010 بهدف تاريخي في الوقت الإضافي ضد هولندا بأقدام انيستا. وطبعا قبلها بسنتين كانت كسبت اليورو في عام 2008، وبعديها برضو بسنتين كسبت اليورو تاني عام 2012، وحققت 3 إنجازات في خلال 4 سنين، وده طبعا كان شيء خرافي. وأجمد حد أسباني عندي في التشكيلة هما دول: يا هانسين يا راؤول يا بيدري. طبعا أنا هختار راؤول عشان عايز حد في المهاجمين. باقي معانا 3 دول. طب التشكيلة ازاي هنكملها؟ تعالى أقول لكم لما يخلص. والمنتخب اللي بعد كده هو انجلترا. انجلترا فاز بكأس العالم مرة واحدة بس عام 1966 على أرضه، والنهائي كان ضد ألمانيا اللي اكتسحوا 4-2. ودي اللعيبة اللي من منتخب انجلترا. طبعا أنا هجيب الدبابة. لا مش هجيبه، لا هجيب ديكلان رايز. ويا ريت أي مشجع ريال مدريد ما يزعلش مني. باقي عندنا منتخبين بس، ونشوف مين اللي هيطلع: فرنسا ولا الأرجنتين. الأرجنتين. طبعا منتخب الأرجنتين فاز بكأس العالم 3 مرات، أول مرة عام 1978 على أرضه، وتاني مرة عام 1986 اللي طبعا كان الهدف الشهير لدييجو أرماندو مارادونا، هدف اليد ضد إنجلترا. وآخر مرة طبعا مش هينفع أتكلم عنها عشان أكيد كله شافها، اللي هي بتاعت 2022 مع طبعا الأسطورة ميسي. فاز بيها ضد فرنسا. كان ده الأرجنتين يجيب جون، فرنسا تجيب جون لحد في الآخر ما انتهت بركلات الترجيح، والأرجنتين هي اللي كسبت. طبعا الأرجنتين مش هينفع يجيب منها أحسن من ليونيل ميسي اللي يقف اللي يقف لي مهاجم. يلا بينا على عجلة الحظ. طبعا عجلة الحظ يعني مش هلفها عشان مفيش غير. وطبعا منتخب فرنسا فاز بكأس العالم مرتين فقط. أول مرة عام 1998 فاز فيها على أرضه ضد البرازيل بنتيجة 3-0. وتاني مرة عام 2018. ده كان كله شبابي على أرض روسيا. فاز بيها على كرواتيا بنتيجة 4-2 بقيادة كيليان امبابي. طبعا الرقمية بقيادة كيليان امبابي، فأنا هجيب كيليان ابن حمدان. هبدله هنا كده واخلي ميسي هو اللي كام. كده الدول كلها خلصت، فانا هعمل ايه؟ تعالوا اقول لكم. انا جمعت كل الدول اللي كسبت الميداليات الفضية. تمام: الارجنتين 3 مرات، المانيا 4، هولندا 3، ايطاليا 2، فرنسا مرتين برضو، انجلترا مرة، كرواتيا مرة، المجر مرة، السويد مرة، تشيكوسلوفاكيا مرة، والبرازيل مرة. طبعا تشيكوسلوفاكيا دي يا رب ما تطلع لنا. نقول بسم الله ونشوف الدولة اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه السويد؟ طلعنا يا جدعان السويد. وطبعا منتخب السويد دوت حصل على الميدالية الفضية مرة واحدة بس في تاريخه عام 1958. ده طبعا كان على أرضهم، وخسروا ضد البرازيل في النهائي بأقدام وبقيادة بيليه. وطبعا عشان احنا عايزين دفاع، فمفيش من المنتخب السويدي غير هذا اللاعب اسمه فيكتور لاندالوف. تمام، نجيبه نشتروه ونجيبوه وندخلوه إلى التشكيلة. كده فاضلين لاعبين بس، تعالوا نشوفوا ايه هم. نلف عجلة الحظ ونشوفوا مين المنتخب، ويا رب منتخب حلو. والمنتخب هو المجر. انا مش عارف ايه حظي ده، والله انا حظي نجس بطريقة. تعالى يا ابني اقول لك يا ابني المجر عمل ايه. والمجر طبعا في فترة الخمسينات كان من أقوى المنتخبات في العالم خالص. والمجر في فترة الخمسينات كان من أقوى المنتخبات في العالم، ومن أشهر انتصاراتهم من أشهر الانتصارات ليهم
ومن اشهر الماتشات اللي هو كسبوهم، من اشهر الماتشات للمنتخب السويد هو ضد انجلترا اللي كسبوا 6-3، وطبعا كان ماتش خرافي. والحمد لله لقيت مدافع 80 في منتخب المجر، وهو ويلي أوربان. اللاعب اللي قدامكم ده أهم حاجة، يلا بينا نحطه في التشكيلة. تمام، ضفناه هو، ودوت كان من السويد بس أنا نسيت أضيفه على ما أظن. ويلا بينا نشوفه آخر منتخب وآخر لاعب هنضيفه في التشكيلة. نقول بسم الله ونلف عجلة الحظ. والمنتخب هو إيطاليا. ومنتخب إيطاليا بجانب اللي هو كسب كأس العالم 4 مرات، فهو برضه أخد ميداليتين في الدقيقة. أول ميدالية عام 1970 ضد البرازيل، وتاني برضه مرة هي عام 1994 ضد برضه البرازيل، ولكن خلصت بركلات ترجيح لصالح البرازيل. وآخر لاعب هيخش معانا التشكيلة هو دوت اسمه راؤول بيلانوفا. رويال بيلانوفا هو اللاعب ده يا جماعة، بس أنا لغتي هندية. ونضيفه آخر لاعب ونملى الدكة بأي لعيب. أول قوائم معانا هو برشلونة، إجمالي 1900 3091، قصدي 3091. معاه بدن ستوتا. اه، الولد بتاع السويد مش جاهز. ربنا يستر يا جدعان، ربنا يستر يا جدعان. ايه ده؟ مش اللاعب ده يا جدعان ايوه ايوه، لسه هجيبه ده المهاجم بتاعه ده. ايوه كده، شيله يا جدع ونزل حاج ضيوف. ادني كمان يا صاحبي، ادني كمان. انا جاهز يا حبيبي، انا عن نفسي جاهز. انت شايف ده؟ تعمل لك يا ابني اشتراك يا ابني، عشان العظمه اللي انت هتشوفها دلوقتي ليست اي عظمه. دي تشكيله ابطال كاس العالم، المنتخبات. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد الله. لي على كل المواد، ما فيهاش غني وما فيهاش محمد، فيها تلفتي أو طاهر، تلفتي طاهر. أوه. بسم الله، الكرة معانا، وهل الجليتش بتاعنا هينفع ولا لأ؟ يلا حاج كيميتش، حلو ولا سيرجينيو. الجليتش بتاعنا منفعش، الواد باين عليه تقيل في الدفاع. روح يا دوناروما. بس الحمد لله، عدت على خير. مش قطع. ماشي. ايه ده؟ ازاي؟ انتوا بصوا. ازاي جاب الكورة؟ ماشي، بدل الصوت بقى ويضلنا. يلا فرتك المشاعر القيطة. اه ماشي، انا قلت الحال الصلاة.
بطل بقى، بطل في ايه؟ حلو، يلا اهي تاني. يا لو كان امبابي كمل. حلو دوناروما، ماشي. صد كورة ماشي. يا رب. ولا فالفيردر. ايه تعمل ايه؟ هترفع برضه بنفس اللعبة؟ تجربة ايه؟ ماشي. كلاب امبابي ابن حمدان، ابن حمدان، ابن حمدان. ان شاء الله يا اسطى. طبعا ديكلان رايز. يعني مش قصدي كده، ماشي، مش قصدي كده والله. يلا اهي. يا جدعان لو تكمل، لو الوان تو دي تكمل. استغفر الله العظيم يا رب. حلوة كده اهي. جول ان شاء الله، جول ان شاء الله. الواد ده بيطلع الحارس بيخليني اتوزر. حلوة ترجمة يا بضاني. يلا يا ميسي حلوة ميسي. بضاني ميسي. استغفر الله العظيم. على الدفاع عن الشرف اللي هو بيعمله ده. يلا يا فيرجي. ما بسرعة، في تقل هو في تقل. التأخر ده كده مش طبيعي ده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طاوة حد نروم طاوة متدرع عن شغالة كده تطويحة. ارجع يا ابني. طبعا ما انت شفاف يلا. شفاف انت يا حارس. كمل ايه بقى؟ نفسي تكمل. يعني النت بطيء شوية، النت بطيء شوية. كده ان هو بيغلط. الواد ذات نفسه اصلا بيغلط. بس انا بص بيغلط يلا. بيغلط. ايه بقى؟ ماشي الحمد لله. تسلقل. تعرف تطور؟ الفردي مش مطور. معيش نقط التطوير. انا معيش نقط تطوير. ماشي. ما بسرعة يا رؤوف. لا ما انا لو جول جون كنت شيشة بقى. اسمع صوت شيشة خالص يعني.